هام جدا الدعم الاجتماعي المباشر. الدعم الاجتماعي المباشر غادي ياخذ مرحلة جديدة. واش بصح الدعم الاجتماعي المباشر غادي يرجع مؤقت وغادي يتوقف؟ واش بصح الدعم الاجتماعي المباشر وصل للنهاية ديالو؟ المهم اخوتي اليوم جبتكم الحقيقة بالدقيقة، وهذا الفيديو هذا اللي كيبحث عليه الجميع لانني جبتكم اخبار رسمية ومن المصدر ديالها. مدير ديال الوكالة ديال الدعم الاجتماعي المباشر كذلك والي بنك المغرب. المهم اخوتي الاخبار اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم جبتكم الحقيقة التي يبحث عنها الجميع. واليوم ان شاء الله غتناولوا تفاصيل هذا الموضوع هذا وغادي تعرفوا شنو وقع. واش فعلا الدعم الاجتماعي المباشر غادي يرجع مؤقت ولا صافي قرب النهايه ديالو؟ فلذلك بلا ما نطول عليكم، كما العاده وكما القاعده، بارطاجوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي كي تعم الفائده، والدال على الخير كفاعله كما قال عليه افضل الصلاه والسلام. بارطاجي الفيديو، كمل معي الفيديو حتى النهايه. العقول الراقيه مثل سفينه النجاه، من ركبها نجا. العقول الراقية تنفعك في الدنيا والآخرة، فضلا وليس أمرا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحية طيبة للجميع، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو هذا يلقاكم وانتم في أفضل الأحوال. المهم اخوتي باش ما نطولش عليكم وندخل معكم مباشره في الموضوع ديالنا. جالس ما بيا معليا حتى كيتواصلوا معايا بعض المتابعين ديالي في الخاص وكيرسلوا لي فيديوهات ديال الناس كيتكلموا على النهايه ديال الدعم او الدعم الاجتماعي المباشر غادي يرجع مؤقت، وقالوا لي واش هذا الخبر هذا صحيح ولا لا. المهم اخوتي من بعد البحث اللي عملته على هذا الموضوع هذا اكتشفت ان هذه الاخبار اللي كتروج في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات. من بعد ما توصلت بالفيديوهات وشاهدت ديك الاشخاص اللي كيقولوا الدعم غادي يرجع اما مؤقت اما النهايه ديالو قربت، كاين بعض الناس اللي هما اهل الثقه وانا كنثق فيهم ولكن ما غادي نسمي حتى شي واحد، ولكن هذه كتبقى مجرد اجتهادات من عندهم بناء على التحليل ديال الكلام ديال المديره ديال الدعم الاجتماعي المباشر وكذلك الكلام ديال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجوهري. المهم عملوا واحد التحليل الكلام ديالهم وقالوا بلي راه الدعم الاجتماعي المباشر من هنا لقدام اما غادي يكون مؤقت واما غادي يكون قرب النهايه ديالو، مع العلم ان مديره ديال الوكاله ديال الدعم الاجتماعي المباشر خرجت وقالت بلي راه هذا الدعم الاجتماعي المباشر ورش ملكي وما يمكنناش نحيدوه. المهم اخوتي اليوم جبتكم تفاصيل حول هذا الموضوع هذا اللي باذن الله عز وجل غادي تعرفوا شنو وقع. واش فعلا الدعم الاجتماعي المباشر غادي يرجع مؤقت ولا قرب النهايه ديالو، وهذا الشيء هذا بالادله ومصادر رسميه. المهم اخوتي والي بنك المغرب ملي تكلم على الدعم الاجتماعي المباشر وقال ما خصوش يبقى يعني بصفه دائمه وخصو يرجع مؤقت. عبد اللطيف الجوهري قال بلي راه الدعم كيشكل واحد ثقل على كاهن ديال الحكومه، والدوله ما تقدرش تعطي هذا الدعم دائما لانه غيتثقل عليها، ولكن هذا كيبقى مجرد كلام وتحليل من والي بنك المغرب على الاقتصاد ديال البلاد. اما المديره ديال الوكاله ديال الدعم الاجتماعي المباشر تكلمت على الدعم الاجتماعي المباشر وقالت ان الدعم هو ورش ملكي وما يمكنناش نغيروه، ولكن الحكومه مع الوكاله ديال الدعم الاجتماعي خدامين على ثلاثه ديال الامور اللي غادي نتكلم عليها الان. ولكن انا اول حاجه غنطرق لثلاثه ديال النقاط اللي تكلمت عليها المديره ديال الدعم الاجتماعي المباشر. وهذا الكلام هذا تقال هذه المده ديال 3 اشهر قبل، واحد 3 اشهر باش تكلمت المديره ديال الوكاله ديال الدعم الاجتماعي المباشر، ولكن اللي خرجوا الان كيحلوا الكلام ديالها حتى هذه الساعه هذه الان، وقال لك ان الدعم غادي ياخذ مرحله جديده وانه مهم حنا غادي نعرفوا التفاصيل هذا الموضوع. اول نقطه تكلمت عليها المديره ديال وكاله الدعم الاجتماعي المباشر هي انهم غادي يعملوا او سيتم احداث تمثيليه ترابيه لوكاله الدعم الاجتماعي المباشر. علاش غادي يعملوا هذه التمثيليه الترابيه؟ باش يعملوا مكاتب ديال القرب باش يتواصلوا مع الناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر وباش يعرفوا المشاكل ديالهم، واش توقف لهم الدعم، واش طلع لهم المؤشر والسبب علاش طلع لهم. يعني غادي يعملوا واحد تمثيليه كتمثل الدعم الاجتماعي المباشر. يعني غادي تكون مثلا في المقاطعه واحد المكتب خاص بالناس اللي كيجيو كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر باش يحكيوا المشاكل اللي عندهم عن قرب، يعني كيشوفوا لهم المشاكل بلا ما يبقى يمشي عند السيفير ويقول له شنو السبب المشكل، غادي يمشي للمقاطعه
وديك الناس اللي غادي يكونوا مكلفين هما من طرف الدعم الاجتماعي المباشر، وغادي يتواصلوا مع الناس مباشره ويشوفوا يحلوا لهم المشاكل ديالهم. هذه النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه هي تعزيز اثار الدعم الاجتماعي المباشر. كيف زعما تعزيز اثار الدعم الاجتماعي المباشر؟ الحكومه مع العمل مع فريق ديال الدعم الاجتماعي المباشر باغيين هذا الدعم الاجتماعي المباشر يكون عنده واحد الاثار على الناس اللي كيستافدوا منه. مثلا هاد 500 درهم ولا هاد 600 درهم اللي كتستافد منها من الدعم الاجتماعي المباشر تكون كتعطي واحد الاثار لذاك الشخص اللي كيستافد منها، يعني تقدر تنميه اقتصاديا، يعني تطلع له الاقتصاد ديالو. يعني هاد تعزيز الاثار خصنا نشوفوا الاثار ديال الدعم اللي الناس الوضعيه ديالهم كتحسن الى الافضل، ماشي كيشبر الدعم الاجتماعي المباشر كياكلوا عاوتاني غدا يبقى يستنى فوقاش يوصل الشهر باش يستافد من الدعم الاجتماعي المباشر. باغيين ديك الدعم يكون عنده واحد الاثار باش يغيروا من الاقتصاد ديال الشعب المغربي وديال المغاربه بصفه عامه. والنقطه الثالثه هي انهم غادي يعملوا المواكبه الاقتصاديه للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر. كيفاش المواكبه الاقتصاديه؟ يعني هاد اللجنه هذه غتشوف الناس اللي كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر واش عندهم شي صنعه، واش عندهم شي موهبه، يحاولوا يطوروا الموهبه ديالهم والصنعه ديالهم باش ديك الدعم هذا يعاونهم في الاقتصاد ديالهم ويحاولوا يغيروا حياتهم، ما يبقاوش معولين غير على الدعم الاجتماعي المباشر. هذا الكلام هذا ماشي كيعني ان الدعم راه غادي يرجع مؤقت ولا قرب من النهايه ديالو، لا، هما عاملين هذا الدعم الاجتماعي المباشر باش يكون واحد الاثار على المواطن المغربي ويحاولوا يطلعوا من الاقتصاد ديالو ويغيروا من الحياه والمعاناه ديالو. هذا الشيء اللي خرجت به مديره ديال الدعم الاجتماعي المباشر. اما هاد الاشخاص اللي هما حلوا هذا الكلام ديالهم كيبقى اجتهاد من عندهم، ولكن يعني هاد السنه هذه يقدر يعملوا فعلا يعني تمثيليه كتمثل الوكاله ديال الدعم الاجتماعي المباشر في المقاطعات. يعني اي واحد كيستافد من الدعم يمشي عنده مباشره الوكاله اذا وقع لهم شي مشكل، اذا طلع لهم مؤشر باش كيناقشوا معاه المشكل اللي عندهم ويحاولوا يحلوا لهم المشكل يعني عن قرب، بلا ما تبقى تمشي للسيفير ولا الكاتب العمومي وتبقى تضيع في الوقت ديالك وما كيعطيش شي حل. لا، هادو يتواصلوا معك مباشره ويشوفوا الحاله ديالك والمشكل اللي عندك ويحلوا لك المشكل. كذلك ديك الدعم اللي كتشبرو خصهم يكون عنده واحد الاثر، يعني واش كيغير شي حاجه من حياتك، واش كيخلي شي اثر في الحياه ديالك، او لا كتشبر ديك 500 درهم تحلي ما غيرت حتى شي حاجه من الحياه ديالك وكانك لا تستفيد من الدعم. كذلك غادي يحاولوا يطوروا الموهبه والصنعه اللي عندك باش يعني ينميو الاقتصاد ديالك حتى يجي واحد الوقت وما تبقاش واقف على الدعم الاجتماعي المباشر. اما الناس اللي كيقولوا الدعم الاجتماعي المباشر غادي يرجع مؤقت، هو حاليا مؤقت الى بعض الاشخاص، يعني دابا حاليا مؤقت لبعض الاشخاص. كيف زعما مؤقت لبعض الاشخاص؟ كاين بزاف ديال الناس كيستافدوا من الدعم الاجتماعي المباشر، ولكن كيجي واحد النهار الدعم كيتوقف له، اما مؤشر يطلع، اما شي حاجه تغيرت في المعلومات ديالو، المهم يعني كيكون عنده الدعم مؤقت، اما اكتشفوا هذا الشخص هذا ما كيستحقش باش انه يستافد من الدعم. فلذلك هو حاليا الدعم الاجتماعي المباشر مؤقت لبعض الاشخاص، لانك تقدر اليوم تستافد وغدا ما تستافدش، يعني هذا الدعم مؤقت بالنسبه لبعض الناس. كاين بعض الناس اللي كيبقاو يستافدوا وحتى هما يجي واحد النهار يقدر يتوقف لهم الدعم. المهم اخوتي، الاخبار اللي كاينه الان يعني الى حد الساعه يعني الدعم هذا ورش ملكي كما قالت المديره ديال الوكاله ديال الدعم الاجتماعي المباشر، وهذا ما يمكنش يغيروا منه شي حاجه يعني يزولوه الا بامر ملكي، ولكن غادي يعملوا بعض التحسينات على الدعم الاجتماعي المباشر باش الناس تستافد وديك الدعم هذا يكون عنده واحد الاثار على الناس. فلذلك غادي نقول لكم اطمئنوا وما تخافوش. وهذا الكلام هذا تقال هذه قبل واحد المده ديال 3 شهور، ولكن دابا عاد بداو كيحلوا هذا الكلام هذا وقال لك ان الدعم غادي يرجع بصفه مؤقته. المهم اخوتي، في النهايه ديال الفيديو جزاكم الله خيرا على حسن الاصغاء المتابعه. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.